عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وبالله وعلى الله توكلنا وبه التوفيق. حديثنا اليوم سيكون عن هذه الاعتداءات الشنيعة على أملاك الناس في حي إغرماعي بمدينة الشيخ. هذه المدينة المفعمة بالحياة، الهادئة والصاخبة في نفس الوقت، هادئة لسكينة ووداعة أهاليها وللطمأنينة التي تحظى بها ساكنتها، وصاخبة للأنشطة التي تعرفها على مدار السنة ولحضور الحياة فيها ليل نهار. مدينة متى حللت بها وفي أي وقت من الأوقات إلا ووجدت من يملأ عليك الوحدة والسكون. وسائل النقل فيها لا تتوقف والعيون لا تنام. هكذا أعرف هذه المدينة، أو على الأقل هذا ما كانت عليه. مدينة كانت من قبل في شوارع بدون إنارة عمومية، لكنها كانت آمنة. كان هناك أشخاص معروفون بعنفهم، كانوا متميزين بقتالهم، لكن تفوقهم القتالي كانوا يستعملونه إيجابا، يذودون عن الضعيف ويدافعون عن الحق ويحمون دواويرهم. قد يتعدون أحيانا الحد اللازم، ولكن كانوا يؤمنون بعدالة أفعالهم، وإنما الأعمال بالنيات. وفي ظل تواجدهم كانت الساكنة تشعر بالأمان وأن لا بأس عليهم وعلى ممتلكاتهم وهم نائمون. كان العديد من شباب الدواوير يسهرون في أماكن شتى إلى أوقات متأخرة من الليل، وفي سهرهم هذا حماية لأحيائهم. ومن كان آنذاك ليجرؤ على ارتكاب حماقة مثل هذه أو في حق أطفال أو نساء أو ممتلكات ساكنة الثوار وهم في سهرهم على حماية الحمى قائمون. لكن اليوم لا أفهم ماذا يقع. من أقدم على تكسير السيارات وتكبيد أصحاب هذه الخسارات في حي كانت من قبل لتجنبه تتغير المسارات طوال إغرماعي الذي كانت تعفى فيه الحصارات؟ هل يكون الفاعلون من نفس الحي؟ لا أعتقد ذلك. ما هي الدواعي إذن والأسباب؟ هل هم من أبناء العمومة والأحباب؟ لا أظن أن الفاعلين من ذوي الشرف والأنساب. مدن كثيرة عبر التراب الوطني عرفت مثل هذه الأحداث، وكانت أفعالا مقرونة بمباريات في كرة القدم وبجماهير متعصبة تفتقد للروح الرياضية. فهل ما حدث في الدشيرة له علاقة بمباراة حسنية أكادير وأولمبيك أسفي؟ التحريات التي تقوم بها الشرطة لا بد وأن تؤتي أكلها، ولا بد للجناة أن يسقطوا واحدا تلو الآخر في يد رجال الأمن فيقدموا للعدالة، فهم أغبى من أن ينجوا بفعلتهم. لا بد وأن يكون هناك من أثارت أفعالهم قبل وبعد ما قاموا به. الدشيرة لها عيون لا تنام، مرئية وغير مرئية، رسمية أو شعبية، ناهيك عن الكاميرات المنتشرة اليوم في أماكن شتى، عمومية كانت أو خصوصية. الجناة لا بد وأن ينالوا عقابهم، ولكن السؤال الذي سيبقى معلقا هو: ما الذي يحدث في هذه المدينة؟ كيف تبدلت هذه المدينة والتي إلى زمن غير بعيد كان ساكنتها يتعارفون فيما بينهم وتربط بينهم علاقات ود قبل أن تكون علاقة مصلحية كما هو سائد اليوم في كل أنحاء المعمور؟ أين هم سكان المدينة من تقاليدهم وقيمهم؟ وما دور الجمعيات والمجالس وكل الهيئات؟ كيف تخلى الجميع تقريبا عما كانوا عليه ليصيروا مستلبين ناسين أن لهم من الأعراف والموارد الثقافية والبشرية ما يؤهلهم ليكونوا بارزين محليا ووطنيا ودوليا؟